يلا بينا. حلقة جديدة النهاردة معانا من صفحة الجمهور مع مجنون الكورة. طبعا عايز اتكلم النهارده هنتكلم طبعا على التشكيلة الأنسب لماتش بالميراس. طبعا كلنا شفنا ماتش بالميراس كان عامل ازاي هو وبورتو. كان ماتش صعب جدا قوي، بدني صعب قوي. فرقة بالميراس فرقة من فرق أمريكا الجنوبية البرازيلية. الفرقة البدني بتاعها عالي قوي، لعيبه سريعه، لعيبه بتروح، لعيبه بتيجي، لعيبه بص ما بتعتقش في الملعب، لعيبه بص بيضربوا من الاخر وبيلعبوا كوره في نفس الوقت. يعني بص بيفنشوا على اللي قدامهم وفي نفس الوقت بيلعبوا كوره. فانت ما عندكش حلول خلاص. انت دلوقتي انت ضيعت من ايدك فرصه كانت سهله جدا. ماتش انتر ميامي ده كان من اسهل الماتشات اللي احنا كنا ممكن نقدر نكسبها بسهوله، وكان 3 بونت، كانوا هيبقوا 3 بونت معانا. بص يعني دهب كده كده اصلا. يعني انتر ميامي دي بالميراس هتاخد منها 3 بونت وبورتو هتاخد منها 3 بونت كده من الهوا. هم ضامنين ال 3 بونت اللي هياخدوهم، ضامنينهم 100%. فانت ضيعت منك فرصه كانت جميله جدا. الله بقى يسيب الشحات بقى، الشحات اللي عمل فينا كده. انا ما اعرفش تبديله استغفر الله العظيم يا رب، تعبت نفسيه الواحد، اقسم بالله العظيم نفسيه الواحد يعني اتدمرت بسبب التغييره دي. ما اعرفش راح مطلع مين ومنزل مين بتاع الفيرو. بصراحه تبديلاته في الماتش ده كانت صعبه قهرت كل الناس قاعدين على مستغربين هو ايه ده، بيعمل ايه ده، في ايه اللي بيعمله. بس يلا هنعمل ايه بقى، يعني هنعمل ايه. قدرنا الشحات ده هو وقفشه اللي رايح كل همه. كلنا عارفين قفشه رايح والخوف مش من اللي جاي، الخوف اللي من بعد كده وبتاع. ما كلنا عارفين قفشه طبعا. والله مهوي. حسن الوحيده اللي عملها القاضيه بتاعت فاكرين هي القاضيه دي اللي هي دي بس الحاجه الوحيده الحسن اللي هو عملها. غير كده طريق السلامه. يعني نازل عمال يلف بالكوره رايحه جايه. يعني ما تعرفش هو عايز يعمل ايه، باصه غلط وطريق السلامه يعني. الله يسيئك يا شحات، حرام اللي انت عملته فينا ده. كنا زماننا كسبانين انتر ميامي ومعانا 3 بونت ولا فارق معانا بقى بالميراس بلا بورتو. يا عم عادي هنتعادل مع حد فيهم 4 بونت. اصل احنا مش هنكسب الاثنين، خلينا مقتنعين احنا مش هنكسب ولا بالميراس ولا هنكسب. ماتشين صعبين قوي. تقول لي انت مش واثق ليه يا عم في فرقتك؟ لا انا واثق يا عم، انا واثق في فرقتي فارق وواثق جدا. بس انا يعني مش واثق في اللعيبه. يعني اديك شايف لاعبين 3 الواحد واثق فيهم فاهم، والباقي كلهم على الله حكايتهم. يهدوا الواحد، اقسم بالله يهدوا الواحد حرفيا. فانت هتعمل ما اصل انت في 11 لعيب في الملعب، فانتوا لازم كلنا نبقى قلبنا على قلب بعض فاهم. لو في واحد بقى نازل وعايز اعمل حاجه كده في دماغي وبتاع، فكده الماتش بالنسبه لنا الماتش انتهى، والماتش ما بقاش يعني بقى خلاص. يعني ما فيش كوره هتتلعب اصلا. فحرام عليك يا شحات اقسم بالله العظيم. لو انت كده هتمشي بعد كاس العالم للانديه اصلا، خلاص الفيرو مش عارف انت هتمشي اصلا. هو اداك فرصتك وانت ما اعرفش ماشي على الله حكايته. يلا مش مشكله. فاحنا ضيعنا من ايدينا فرصه كانت سهله قوي. فاحنا طول عمرنا بنعمل في نفسنا كده اقسم بالله. في كاس العالم دي او ما اعرفش اي بطوله مهمه بنلعب فيها بيجي علينا كده في وقت بنعمل في نفسنا حاجات غريبه قوي، بنضيع من ايدينا فرص كانت سهله جدا زي كاس العالم اللي فات برضه. بس يلا هي الدنيا كده حظوظ. فماتش صعب، ماتش بالميراس صعب. انا مش شفت عملت ايه في بورتو يا جدعان. يعني حد شاف ماتش بورتو؟ ماتش جامد قوي بدني. يا نهار ابيض على العيال ده. انا بتفرج على الماتش وقلت يا نهار والله